بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وبحكاية زمان جيت. قلك شيخ عنده 3 ولاد مربيهم بعز وهناه، وكيما قالوا ناس زمان اكتاف الخاوة في الصغر كيحب الرمان، وكي يتزوجوا وينقسم الورث يعيشوا جيران وحتى عديان، واللي كان بينهم سكر وحلاوة يصبح كره وعداوة. المهم الشيخ الدايم مربي في ملكه مات وخلى 3 بقرات و3 حمير، ومعاهم شكارة تاع القمح. وبعد العزاء تاع الوالدين وغطاهم التراب، الخاوة عراهم الورد، وبدات مرت خو الكبير تزنلو في ودنه وتوسوسلو باه يخرج ويبعد على خاوته، وما يبقى يخدم عليهم وما يجاورهم. وكيما يقولوا الناس زمان الشر مرا والخير مرا، كاين اللي تجيب المنفعة وكاينة اللي تجيب المضرة. مع الأول السيد عارضها، بصح من بعد خدا رايها وتبعها. هز البقرة تاعو والحمار نتاعو، وزيد هز معاهم شكارة القمح، وما خلى حتى حاجة لخاوته، على خاطر كلمة الكبير ما تتعاود. وقال لهم ربي يسهل عليكم، وراح مشى وخلاهم. كي وصل لدارو حط الشكارة تاع القمح برا ونسى عليها، تلهب الفريس تاع الدار والرحلة. يا سيدي راحت البقرة لهديك الشكارة، النص فزداتو والنص طاحت فيه وكلاتو. البقرة كي كلات القمح مرضت وطاحت في الأرض. خرج هو لقى القمح فاسد والبقرة طايحة في الأرض ومريضة. السي محمد سن الموس وقعد مقابلها، وقال مع روحو إذا برات ليلتها هاي سلكت، وإذا زاد عليها الحال نذبحها به ما تروحش جيفة. قعد السي محمد يعس فيها، ومن بعد راح ليها وقال لها احكمي الموس وعسي البقرة، على خاطر أنا راني نعست، إذا حسيتيها راح تخرج روحها اذبحيها. جات السوسة الدار مقابلة البقرة وقعدت، وداتها غمضت عين، وحتى تجيبها الفطنة على الحمار طاح على ظهره وتخبط. ناضت هي بهذيك الخلعة والظلمة الضو ما كانش، ذبحت الحمار في بلاصة البقرة وراحت رقدت. الصباح ناضت هي وراجلها وراحوا به يسلخوها، لقاو البقرة جيفة ميتة والحمار مذبوح، وكانت صدمة حياتهم. المهم بقاو يخموا كيفاش نديرو. الحمار مذبوح والبقرة جيفة ميتة والشكارة تاع القمح ما كانش. دبرت عليه مرتو مولات الراي الزين، قالت له ما تخمم ما والو، عندي ذهبي ونروح لدارنا نجيب من عندهم فروج نبيعوهم ونشريو بقرة وحمار. يا سيدي قالها هيا جابتهم وعطاتهم له، والسيخونة مشى وراح للسوق يبيعهم. وهو ماشي في الطريق لقى واد نقي أعجبه، وقال اليوم ندوش فيه ونتبرد على خاطر الحال سخون. ومن بعد نكمل طريقي وما هيش هارب بالسوق. احكم وش دار، ربط هذاك الذهب في رجل الفروج ونحى قشو ودخل الماء يعوم، ويجي نسر كبير هز الفروج وهرب بيه وطار.
به بالذهب المربوط في رجله. شافو السيد يخرج من الماء يجري، راح بلا قشو يجري ورا هذاك الطير، ما لحقوش. ولا سيدي الواد قال ما عندي ما ندير، ويضرب القشو يلقاه قشو ما كانش، سرقوه السراقين. ومنها رجع على مرتو مريش، لا فروج ولا ذهب ولا سترة. وهذه هي حكاية الفقر. كي قال الخاوة المجمولين اتفرقوا نعرف صحابي، والورث اللي ينقسم بين الخاوة ويتساوى يورث الندامة والعداوة. والحديث قياس ما يحتاج زيادة وتوضيح، والحادق يفهم بالتلميح. وخوك خوك ولا يغرك صاحبك، واسأل المجرب على خاطر راهو دا قلبنا. وتعيش وتنهب، والتالي هتبقى غير تتحسر على جملة الأحباب، وما كان الأحباب غير الوالدين والخاوة. وصلنا لنهاية هذه القصة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو خواتاتي وخوتي في حكاية جديدة وفي عبرة جديدة. ونعطيكم هذا المثل ويقول: الدنيا غدارة وناسها دوارة، الفم فيه الضحكة والقلب فيه المرارة. عشرتنا مزيانة وما تربيناش على يد جيعانة، آخرتها 2 مترات قماش وبلاصة في الجبانة. خذوا العبرة أحبابي، وبقاو على خير بقصة جديدة.